السلام على المسلمين. والسلام على الراضعين. حد الكرة عايزة يا عيسى. لما تشتمون عائشة؟ ما حشاتنا جاي نسولف على توحيد الله. طب حلو، ليش انتو الشيعة بتسبوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ ولا كذا ما سودنتك. ام المؤمنين عائشة نسبها رضي الله عنها. طيب وين سبيناها؟ احنا انتم اتهمتوها والعياذ بالله وطعنتم بعرضها لا نحن ما وجعلتم تهمناها، روحنا في ده الشيعة اللي يسبوها. هنا يزنى بعائشة، هنا يزنى بعائشة. لعنة الله على عمر ثم أبو بكر، ثم لعنة الله على عمر ثم عثمان، ثم عمر ثم عائشة، ثم عمر ثم. هذا هو المؤمن الفتان، هو هذا. لحتى انتو قتلتوا عثمان رضي الله عنه. انت جاي تشبخ، جاي تحاولني في عاشر وفي عثمان. لا تصير كنغر، لا تطفر، لا تقفز، ايدي اختار لك موضوع. بعائشة ام المؤمنين. في عائشة. سامع بكتاب اسمه صحيح مسلم لو ما سامع؟ لا والله. عندك كتاب أفضل كتاب يعتبر بعد القرآن، علماء كلهم وثقوه، باب كامل جعلتموه في عائشة اسمه باب حكم المني. تتهمون والعياذ بالله عائشة بنزول الرجال في بيتها يباتون مع غرباء. في كتاب صحيح مسلم اكتب باب حكم المني، إن رجل ينزل في بيت عائشة والعياذ بالله ويجنب في بيتها. هذا أنتم الذي قلتم على العائشة. يا أخي بلا ما أطوح حديثك، نحن قرآن نزل ببراءته، معقول نحن نتهمه؟ تفضل أعطيني وين القرآن. طيب أنت تقول القرآن نزل ببراءته. القرآن نزل سورة البراءة. كذابين. أنا أصحح لك المعلومات. أهل السنة والجماعة اللي يعتقدون السورة اللي نزلت على عائشة في براءتها اسمها سورة النور، مو سورة البراءة. سورة البراءة ذيك على المشركين، براءة من الله ورسوله من المشركين، ذيك تخص المشركين، لا تخبط. اللي تعتقدون نزلت ببراءة عائشة اللي اتهموها بالزنا هي سورة النور. طبعا هذا مو صحيح، خطأ. سورة النور هم ما نزلت على عائشة، نزلت على زوجة النبي ماريا. زين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو قلنا إن سورة البراءة أو سورة النور عفوا برأت عائشة من الزنا مثلا إحنا نعتقد بزنا عائشة طبعا للعلم، بس جاي أقول نزول الآية على اليمن على ماريا، ولكن لا يعني إن أنا أعتقد بزنا. طب أسألك سؤال بس بل ما أطوح حديثك، أسألك سؤال. ألم يقل علي بن أبي طالب السلام عليك يا أمه؟ ألم يقل لعائشة السلام عليك يا أمه؟ والله العظيم أنت أنت فعلا ثبت لي إنك أنت واحد تافه. بس واحد، هاي تسامحها من شيخ رومانسي. فجاءت عائشة إلى البصرة فقال علي السلام عليك يا أمه، فقالت السلام عليك يا ولدي. هاي لا تخبطها ويانا، هاي رومانسيات عوفة. خلنا نكمل لك الحديث. طب جاي معك القرآن الكريم ألم يقل الله سبحانه وتعالى. أنا جاي معك بس اسمع، أنت كمان راح تسمعني. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن أزواج النبي أمهاتكم؟ أليس عائشة من أزواج النبي؟ وضع شرط القرآن. تعرف شنو الشرط لو ما تعرف؟ قل لي شو الشرط. الشرط القرآن قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن. فعائشة خرجت ضد الإمام علي في معركة الجمل، فخالفت تقوى الله، فخرجت من دائرة الإيمان. راح أقول لك كلمة، ايش الفرق بين السنة والشيعة؟ وقرن في بيوتكن. بس راح أقول لك شيء كلمة، نحن بنحب علي وبنحب الحسين وبنحب الحسن وبنحب نمشي جاي تخبط. جاب السنة، ايش دخل الشيعة والسنة؟ جاي يسولف لك على نقاشنا في عائشة. وين طفرت؟ وين رحت جاي تخبط؟ شنو داق لها من الصبح اليوم مشغلها؟ شنو هاي انت؟ ايش قد كنغر؟ الله يساعد بيتكم تطفر من موضوع إلى موضوع. وين رايحين؟ وين جينا احنا؟ حبيبي من أي معتقد؟ سني. سني. أيوة، ماخذ صورة البيت الله سيلفي. عندي سؤال بس. لا بس سألتك سؤال. شنو كان السؤال؟ وين مودي هذا ماخذ له سيلفي بيت الله؟ لا هي مجرد صورة. إيه هو ياهل بالصورة هذا؟ ما حد بالصورة، هي يعني منزلها. إيه شنو هي الصورة هاي؟ ما شنو؟ الكعبة. الكعبة وين صايرة هي هاي؟ كيفك؟
لا والله جاي اسالك ليش خايف من السؤال؟ وين صايره؟ من غير السعودية. مبتسم شو كأنك ما مقتنع بالوضع. والله تضحك على سؤالك. ها تضحك على سؤالي. حلوة. سامع بالحجر الأسود؟ نعم. علماك يقولون صار حجر أسود لأن الرجال يجنبون علي والنساء تقذف علي والعياذ بالله فأصبح أسود. يعني معقولة جاي تتقبلون تبوسون مكان يجنبون علي الرجال والنساء تحيض علي؟ وينك ويش حكي؟ والله العلي العظيم علماء يقول. وين قول أحد العلماء المتقدمين حقائق إسلامية على ما تذكر اسم الكتاب، يقول وإن الحجر الأسود سمي حجر أسودا لأن سابقا كانوا الرجال يجنبون عليه. أما الشيعة تقول إن الحجر الأسود أصبح أسود من ذنوب الناس لأنه كان ملك أبيض شديد البياض وأصبح أسود من الذنوب. الشيعة تقول. أما عندكم أنتم تقولون بسبب جنب الرجال وحيضة النساء. والله ما أعرف أجاوبك. طيب تفضل. بس عندي سؤال يعني استفسار من عندك. تفضل. بخصوصا أنت مو تقول رب العالمين في كل مكان؟ لا ما قلت فيه، قلت بكل مكان، بكل مو في. زين شلون اكو آيات توحي رب العالمين إنه هو يعني في الأعلى؟ أعطيني الآيات. تمام ثواني. الرحمن على العرش استوى؟ مو بس هاي، راح أعطيك عدة آيات. فضل. تمام؟ تفضل. تمام. أولا سورة الأنعام آية 18 وهو القاهر فوق عباده. ثانيا سورة النحل آية 50. واحد نريد ناقش آية. وهو القاهر شنو؟ فوق عباده. جميل. فوق عباده. العباد كل شيء حتى ملائكة صحيح؟ نعم. اكو ملائكة حملت العرش صحيح؟ ما أعرف. لا تعرف بس مستحي. شنو اكو واحد ما يدري اكو ملائكة حملت العرش؟ تلوتي؟ والله العظيم ما أعرف. والله ما أعرف. ما تعرف. اكو ملائكة بالسماء السابعة والخامسة لو لا؟ أكيد. زين. الله عندك ينزل إلى السماء الأولى والملائكة بالسماء السابعة، إذا صار جو العباد مو فوق العباد. بوم. شنو هاي؟ طيب نروح على آية أخرى. يلا ننتقل إلى الآية الثانية. تعالوا معي مشاهدينا تفضل. نعم. يخافون ربهم من فوقهم. ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم. نفس الجواب. أخي العزيز كلمة فوق. يخافون ربهم من فوقهم لأن السماء مركز البركات ومركز الحكم الإلهي. مو يعني الله فوق قاعد، يعني أنا من أرفع ايدي للدعاء وباوع للسماء، لأن الفيض والبركات ومحل الأرزاق الألطاف الإلهية استودعها الله في السماء. رزقكم في السماء وما توعدون. هو الذي ينزل عليكم ماء من السماء ليطهركم من رس الشيطان لأنها محل البركات. طيب بس هاي السورة الأخيرة. تفضل. سورة المعارج آية 4 تعرج الملائكة والروح إليه. إليه هنا معية إليه أي محل البركة. نعم. مثلا أقول إبراهيم يقول إني مهاجر إلى ربي. شو وين ربه يروح مهاجر إليه؟ هذا يحكي على الاتصال بالله، الوصال بالله، التقرب إلى مقدسات الله. إني مهاجر إلى ربي. طيب وين قاعد الله؟ بخيمه وراح مهاجر إلى الجزيرة العربية؟ هاي قاعد يتكلم على محل البركات الإلهية. هذا الملائكة تعرج إليه أو عروج الإنسان. نعم. يعني تذهب إليه. تعرج الملائكة يعني تصعد الملائكة والروح إليه. اي تصعد. هذا يعبر بالإليه مو معناته ذاتية الله، معناته محل البركات تعرج به الملائكة، كما في آية إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. وين مهاجر إلى ربي؟ ربه قاعد بجزيرة مالطا؟ وين قاعد؟ ما أعرف والله بعد. زين. سؤال. هو هذا نقول الله في مكان نريد نتنازل والملائكة تعرج إليه وإبراهيم والأنبياء يركون إليه، هو قاعد بمكان، المكان هذا مخلوق لو مو مخلوق؟ أكيد مخلوق. يجين قبل هذا المكان وين كان هو؟ هم لازم كان في مكان. إذا أصبح المكان إله لأن كان مع الله، لأنه هو بما إجا في مكان إذا هو كان في مكان آخر، لأن انطلق من نقطة إلى نقطة أخرى.
إذا النقطة التي كانت فيها كانت إله أيضا، لأن كانت معية مع الله، ولكن كان الله ولا شيء معه. نعم تمام. نعم الله ضلوعك. شنو الجواب؟ ما أعرف والله. انزل كبس. بارك الله فيك.